متابعة من محمد عيد البيشي، والتمريرة داخل منطقة الجزاء. هنا الدخول كان من أحمد عباس على باولو جورج أو على نونو أسيس، والدخول بخطأ يحتسب معه حكم اللقاء ركلة جزاء، وضع قدم بشكل واضح أحمد عباس، وركلة جزاء اتحادية. دقائق وأربع دقائق فقط من تحرير من إحراز النصر هدفه الأول. يتقدم نور، يسجل في الملعب. نور في الدقيقة 20 يعيد المباراة لبداياتها بالتعادل بهدف لهدف. محمد نور يضع بكل ثقة، بثقة الكبار وبلعبة اللاعب المميز محمد نور، يضع عبد الله العنزي على يمينه ويسجل كرة على يساره بهدف أول لصالح الاتحاد. هدف يأتي عن طريق محمد نور يسجل أول أهدافه في دوري زين السعود. تخيلوا هذا النجم، هذا اللاعب المميز، هذا صانع الألعاب، صانع الأفراح الاتحادية، تو يسجل في المباراة رقم 12 بالنسبة للاتحاد. هو لم يلعب كل المباراة.